اجا سي ابو البعير، سير عشير يضرب لك الروز وتفرج لك في وناسة، او اذا تمت المناداة عليك في اي مجلس تسمع وتسكت بدون اخذ اي لقب. حققنا احسن انجاز في تاريخ العرب في كرة القدم، حيث الجهل يمكن معالجته بالعلم، اما التخلف فلا تتكلم عن المغرب الى ان تصل الى ما وصل اليه المغرب. السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. وفي هذا الفيديو غنجاوب على 3 ديال المواقف. اول موقف اللي هو هاتوا المغرب، غير باش نسخنوا الطرح وندخلوا ناشطين ضاحكين. ثاني موقف اللي هو هاد البعير اللي كانوا تيهضروا على المغرب، واحد منهم قال لك المغرب ماشي فريق القاب ولا ماشي منتخب القاب، والثاني قال لك المنتخب المغربي زور اعمار اللاعبين تحت 20 سنه. انا جاي للهضره. ثالث موضوع اللي هو عرب افريقيا وعرب اسيا وحقوا الواد وهذا قوى من هادو. المهم ما علينا، على بركه الله. اول حاجه غنبدا بها هي تحيه للجمهور السعودي. عجبني داكشي اللي درتو، واحد لومبيونس خلقتو، واحد الجو ديال التنافسيه باحترام. هاتوا المغرب، ما قلتوا ادبكم، ما عرفت ما والو، وانما الرساله ديال الجمهور السعودي: ها حنا ربحناكم ب1-0 بالمنتخب الثالث. اكرر، بالمنتخب الثالث. المنتخب الاول هو المصنف 11 عالميا. ما نقدروش نجيبوا لهذه المسابقه لانه احنا عندنا التزامات اخرى اهم واكبر، وسمحوا لنا مع كامل الاحترام، ولكن كاس افريقيا له الاسبقيه. هذه اولا. ثانيا، المنتخب الثاني هو المنتخب اللي شارك في كاس افريقيا للامم وفاز بها، هو منتخب المحليين. فاعطيناكم المنتخب الثالث حيث كان لازم علينا نرضيو شويه الخواطر ديال اللاعبين المتقاعدين عندكم في الخليج. فاعطيناكم منتخب ما بين 30 و 40 سنه، واعطيناهم 5 أو 6 ديال العناصر من المنتخب الثاني. طبعا السعوديين تيقول لك المنتخب المغربي لعب دفاع وحنا دخلنا لهم غير البدلاء. واش نتوما عارفين حنا كون بعثنا البدلاء ديال الفريق الاول شكون كان غيجي؟ فباش تجي انت وتقول لي دخلتي غير البدلاء، هادو كيبقاو البدلاء ديال الفريق الاول، بينما المنتخب المغربي بعث لكم المتقاعدين وغير دوك اللاعبين اللي كانوا كيتمناو يكونوا في المنتخب الاول وما كانش عندهم الفرصه يكونوا لا في المنتخب الاول لا في المنتخب الثاني. قلنا اجي نجيبوهم ونعطيهم واحد نهايه المسيره الكرويه، على الاقل يكون عندهم القميص ديال المنتخب الوطني، انهم رفعوا القميص واحد في نهايه المسار ديالهم، لا اكثر ولا اقل. اما احنا كمغرب بصراحه ما كناش رادين البال لهذه البطوله العربيه لسبب واحد فقط، الا وهو ان توقيت البطوله غلط. منتخبات عرب افريقيا كون جاوا المنتخبات الاولى والله ما تبقى لا سعوديه لا عمان لا اردن لا والو. نقدر نقول لك تبقى الاردن، حيث الاردن عندها فريق جميل وجميل جدا، وانما كل الباقي غتشوف اقصاء 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 اقصاء. ومع ذلك بالمنتخبات الثانيه والثالثه ربحنا اسياد اسيا. وطبعا نرجع ونقول عجبني الجو اللي خلقوه السعوديين فاش بداو هذيك هاتوا المغرب هاتوا المغرب. دابا ندخلوا الفقره اعطيه العصير. اجا سي ابو البعير، انت اللي كتقول ان المغرب زور اعمار اللاعبين اللي تحت من 20 سنه ديال المنتخب. واش انت على درايه بهادشي اللي كتقولوا يا متخلف؟ هل تدري ما تقول؟ هذوك اللاعبين اللي كيلعبوا في انديه اوروبيه، واش هذوك اللاعبين مزورين الاعمار ديالهم في الانديه الاوروبيه حتى هما؟
واش انت باقي عايش فعلا انت باقي عايش في العصر الحاج مع من نتكلم؟ واش ما كديروش شويه ديال المجهود باش تثقفوا نفسكم؟ واش الروز اللي كتاكلوه كيطلع لكم من المخ؟ واش ما كديروش مجهود باش تثقفوا نفسكم شويه، تزيدوا شويه في العلم ديالكم؟ 2025 تقول لي تزوير الاعمار، لا حول الله مع من حنا. ولكن الغلط ماشي عليك، الغلط على الشخص اللي جابك لهذا المجلس باش تعبر على رايك المتخلف وتبين على التخلف ديالك، حيت انت ماشي واحد جاهل، انت واحد متخلف، حيت الجهل يمكن معالجته بالعلم، اما التخلف يبقى في تحكم الشخص بنفسه. انت كتعرف صافي ما وجدنا عليه اباؤنا، وطبعا انا ما عارفكش منين، وحتى واحد في المغرب ما تيعرفك شكون انت، وماشي مهم لدرجه ان نديروا عليك شي بحث باش نعرفوك شكون انت، حيث انت لا احد ولا نعترف بك ولا نعرفك ولا نريد ان نعرفك. فغير هو انت فاش تجي تتكلم على المغرب يا اما قل خيرا او اسكت، هادشي اللي غنقول لك، ما تبقاش تطاول على سيادك. وثاني حاجه، شنو ضرك انت ان المغرب فاز بكاس العالم لتحت من 20 سنه؟ اشنو ضرك؟ اش ضرك هنا، ضرك هنا، حيت انت بحالك نجيك من الاخر، انت اشكالك كيجيهم مرض مزمن بسرعه من كثره الحقد اللي فيهم، كيبقاو يهزوا في خاطرهم فين ما يدير شي منتخب عربي شي انجاز اللي هما ما داروش كيهز في قلبه. فهناك مقوله مغربيه تقول رخف لا تسخف، سير عشير يضرب لك الروز وتفرج لك في وناسه وكبسات وداك الشيء، ما تبقاش تهضر على المغرب وما تبقاش تهضر على كوره وما تبقاش تهضر على الرياضه وما تبقاش تهضر على والو. انت من النوع اللي الى جيتي للمجلس او اذا تمت المناداة عليك في اي مجلس تسمع وتسكت، وحينما تسأل عن رأيك تقول نعم اشاطركم الرأي، لا تعطي رأيك لأنه ليس عندك رأي، عندك حقد فقط. انت رأيك انهزامي. منين قلتي ألمانيا وأرجنتين وبرازيل أسيادنا، انت انهزامي وفاشل وعمرك غتزيد لقدام. فما غنطولش معاك، سير في حالاتك. غير هو فاش جيت تتكلم على المغرب شلل فمك قبل ما تتكلم او اسكت. نجيو لهاد خونا اللي قال لك المنتخب المغربي ماشي منتخب القاب، ومصر هي المتسيده في افريقيا. طبعا مصر قلتها في فيديو سابق هي متسيده كؤوس الافريقيه، هذا واقع، حب من حب وكره من كره، ما عندناش المشكل مع هذا الشيء. انا مشكلتنا هي انه كيقول المنتخب المغربي منتخب عادي انت سيدي الغير فاضل، انت اظن انك من الكويت، ما هي انجازات منتخبك او بطولتك؟ ما هي القابك؟ ما هو تاريخك في كرة القدم؟ المغرب الذي كتتكلم عنه، المغرب اللي كتهضر عليها السي بورزا، المغرب اللي كتهضر عليه رابع العالم، اوكي، اول منتخب تأهل دور ثاني في كأس العالم، اول منتخب عربي واسلامي فاز بكأس العالم لتحت من 20 سنة، اول منتخب عربي فاز برونزيه في الاولمبيات، بينما انت ما تنعرف عليك والو. من انت؟ شكون انت؟ كيقول لك المثال تكلم اعرفك. فاش تكلم هذا الجاهل عرفناه. انت بما انك من الكويت، طبعا انا كنفكر اي واحد غيهضر على المغرب بهذه الطريقه غيكون المنتخب ديالو واخد كاس عالم او سيد اسيا مثلا، عنده شي 17 كاس اسيا. انت السي برزه كما قلت لهذاك اللي قبل منك، غنقول لك حتى انت خليكم في الكبسه والروز ووناسه وما تهضروش على الرياضه. وعندما تسالون عن الرياضه قولوا لا اعلم او قولوا نعم انا اوافق فلان الراي. ما تعطيش رايك، انت رايك لا يحترم ولا يقدر وليس رايا اصلا. اما باش تجيو تتكلم على المنتخب المغربي اللي هو احسن منتخب عربي في تاريخ العرب، حيث ما عمر شي منتخب افريقي او عربي وصل نصف نهائي كاس العالم بدون اخذ اي لقب، حققنا احسن انجاز في تاريخ العرب في كرة القدم. فلا تتكلم عن المغرب الى ان تصل الى ما وصل اليه المغرب، ما تكونش معتوه وكتهضر غير بالحقد ديالك. سكت اللقوة، كنقولوا حنا اللقوة. اخر حاجه غنختم بها هي هاد عرب اسيا وعرب افريقيا وما عرفت شنو هو. اول حاجه بغيت نوضحها هي انه عرب شمال افريقيا معظمهم امازيغ، واستعربنا ودخلتنا اللغه العربيه، واحسن حاجه في هذا السيناريو كامل انه دخلنا الاسلام. يعني هاد الشيء الحاجه الوحيده اللي استفدنا من العروبه، غير ذلك والو. هذه حقيقه، وسمحوا لي على الحقيقه ديالي،
ولكن هذه الحقيقة. أنا كنشوف أنه أحسن حاجة استفدناها من الاستعراب هو الإسلام. هذا أولا. ثانيا، فاش كتقارن عرب إفريقيا كما قلنا يلا شرحناها وعرب آسيا وكتقول عرب آسيا أقوى، نجي نفكرك يا هذا أن العالم لا يعرف شيئا عن عرب آسيا في كرة القدم إلا السعودية، حيث شاركات في كأس العالم وكيشوفوها في كأس العالم. غير ذلك لا يعرفون أحد. وهاد النسخة ديال كأس العالم غيشوفوا الأردن، بينما عرب شمال إفريقيا كيشوفوا المغرب، كيشوفوا تونس، كيشوفوا مصر، كيشوفوا الجزائر. فهذه أولا. ثانيا، احنا كشمال إفريقيا معروفين عالميا بالنجوم ديالنا. ناخذ غير السنوات الأخيرة، محرز، محمد صلاح، أشرف حكيمي، أحسن عرب في أوروبا. بينما انتوما ما عندكم تا واحد، عندكم واحد لاعب سعودي كيلعب في بارما ولا ما عرفت في روم ولا فقط. يعني المواهب، احنا مصدرين المواهب بينما أنتم تشترون المواهب. ثالثا، منتخبات إفريقيا العربية كنلعبوا مع منتخبات ذو مستوى عالي في كرة القدم اللي منهم كيتصدروا لأوروبا. كنلعبوا مع كاميرون، مع نيجيريا، مع غانا، مع ايفوري كوست، مع سينيغال، مع افريقيا، جنوب افريقيا. انتوما في اسيا كتلعبوا مع كوريا الجنوبيه واليابان. هادو هما اقوى منتخبين اللي كاينين في هذيك القاره كامله. ومن موراهم هادوك طبعا هادوك عائله ستان اللي هو كازاخستان، كيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، صحاب خبيب ديال اليو اف سي. فهمتيني؟ يعني قارتكم ماشي قاره ديال الكره، بينما القاره الافريقيه كلها مواهب. من جنوب افريقيا وانت طالع رشتان بين هذا وذاك. وهنا رفعت الجلسه، انتهى الكلام فقط، ما غنزيد حتى شي حاجه اخرى. وفي الاخير اي واحد ما احترمش المنتخب المغربي غندخلوا فيه طول وعرض. المهم الخوت، خليوا لنا الاراء ديالكم في لي كومونتير، اش بان لكم. نتمنى يكون عجبكم فيديو. نراكم في الحلقه القادمه والسلام عليكم.